السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ تعالوا نعمل الأكلة بقى اللي يعني من وجهة نظر ناس كتير إنها سهلة، اللي هي البانيه والمكرونة الاسباجيتي. جبت هنا بصلة صغيرة مبشورة، وهحط عليها ملح وفلفل اسود وكمون وبابريكا وتوم باودر. الخمس حاجات دول. تنيكي بقى ادعكي فيها كده لحد ما البصلة تتبل كده وريحتها تطلع معاكي وتبقى جميلة. لو عايزين تحطوا سنة شطة حطوا، عادي يعني، تمام للناس اللي بتحب الشطة. خلاص بقى بالشكل ده اهوت كده. هنزل عليها بقى بربع كوباية لبن. اللبن بيطري الفراخ، والزبادي بيطري برضو، بس الزبادي عشان تقيل ممكن ايه يعمل طبقة عازلة كده ما بين الدقيق والحتة الفراخ، فممكن يوقع لك الكفر بتاعها، فاللبن اخف. فانا حطيت اللبن عليها اهوت، وهنزل بقى بالفراخ. واحلى حاجة زي ما قلنا كذا مرة، لما تعوزي تتبلي حاجة، سمك، فراخ، لحمة كده، اعمليها من بالليل، هتشرب اكتر وتبقى الطعم جميل. طيب لو انتي يعني جايباها وعايزة تستعمليها، على الاقل خالص خليها نص ساعة، حتى يعني نص ساعة. خلاص فيما فوق بقى هركنه على جنب بقى، على ما نعمل ايه، نعمل المكرونه. وكل ما البانيه يكون شرايحه تخينه شويه افضل، يعني نديه رفيعه. لا انتي خلي يعني اللي بيعملهولك يخليه سميك شويه. هنا خلي بقى الميه بتاعتك تسخن خالص كده، انزلي فيها بمعلقه ملح ونزلي المكرونه. واول ما تنزليها ما تروحيش سايباها كده في قلب الحله وخلاص، لا بتروح ماسكه في بعضها كتل. قلبيها، غطيها يا دوب تعمل يعني شويه كمان تسخن اكتر كده، وقلبيها تاني برضو. خلي المكرونه دايما زي ما انا قلت لكم نص سوا، يعني تكمل سواها في الصلصه، وهتشرب السوائل اللي في الصلصه وكده وتبقى طريه. صفيت اهوت، وفي نفس الحله برضو شطفتها بس، وساعات ما بشطفهاش كمان مكان سليق المكرونه. نزلت بالسمنه، وهنزل عليها كمان بزيت. الزيت بيخلي المكرونه مفلفله وبتلمع وشكلها حلو. هنا بقى انا ما بحبش المكرونه اللي بتوم ابدا، ولا بطيق ريحتها. طب يا ستي، طب ما انت بتعملي توم اهو. لا، الفص التوم اللي انت هتجيبيه ده وتقطعيه شرايح كده، ياخد لون بس كده وريحته تطلع، هيخلي المكرونه رهيبه وطعمها جميل جدا جدا جدا. بس مش توم خالص، مش توم خالص زي التوم المهروس وكده. خلاص نزلت عليها بمعلقة كبيرة من الصلصة اللي هي المعلبة، وبخليها تاخد تشويحتين كده معاه، عشان الريحة اللي هي بتاعتها دي تمشي. وهنزل بقى بالايه، بالطماطم اللي انا ضربها في الخلاط. ما بحطش اي توابل في الاول كده، ما بحطش غير ملح وسكر ومكعب شوربة. تمام اهو، ما تزوديش الملح علشان الشوربة فيها ايه، اللي هي المكعب الشوربة فيه ملح. حطيت اهوت معلقة ممسوحة صغيرة ملح، ومعلقة ممسوحة صغيرة سكر، وهنا المكعب الشوربة اهو. قلبيه بقى وغطيها وخلي النار عالية، وخدي بالك منها لحد ما تبقى تستوي خالص، وتلاقي الصلصة طلعت على وشها كده بالشكل ده. انا بحب صلصة المكرونة تبقى يعني زي ما انتم شايفين كده، جامدة خالص مش سايبة، بتبقى طعمها حنط كده وطعمها جميل. خلاص هنا حطيت التوابل اهوت، حطيت شوية شطة وفلفل اسود، وحطيت شوية كمون وبرضو بابريكا. انزلي بالمكرونه، المكرونه بتبقي ركنها جنبك، فبتبقى ايه جمدت في قلب بعضها. روحي رشها بشويه ميه كده ومقلباها، تروح سايبه معاكي على طول. طبعا ده للبنات ايه اللي لسه في سنه اولى جواز، اللي مش بيتلخبطوا في حاجات يعني من دي، او الحاجات دي صعبه بالنسبه لهم. انزلي بقى لو حاسه ان الصلصه كتير، اركني شويه على جنب وانزلي بالمكرونه. ان حسيتي انها عايزه صلصه تاني حطي، مش عايزه ما تحطيش، تبقى مظبوطه معاكي. لان هي ايه بتشرب السوائل اللي في الصلصه، المكرونه بتشرب السوائل اللي في الصلصه وبتبتدي تطرى، فانا مش عايزاها تطرى، انا عايزاها مفلفله وبتندغ وجميله كده. وطي عليها بقى خالص وسيبيها على جنب يجي 5 دقايق كده. هنا معايا دقيق، وعليه كيسين 2 فيجيتار، وحطيت عليه
ربع معلقة كركم عشان يدي معاكي لون حلو، وكمان فايدته حلوة يعني قيمته الغذائية حلوة. حاولي تنفضي القطع البانيه كده من البصل عشان ما يبقاش عازل. هنا جبت طبق فيه شوية مية، وبحط الأول الفراخ كده في قطعة البانيه في الدقيق، واروح انزلها في المية، وارجع اقلبها تاني بصوابعي الاتنين، بصوابعي بقى كده يعني مع بعض، تقليب تقليب كده من غير ضغط، علشان تعمل قشور كده زي قشر السمك كده. ما انتش حابة انها تبقى يعني كريسبي قوي كده، بططيها بايدك كده في قلب الدقيق. الزيت بتاعك يكون سخن، وانزلي فيها على طول اهوت بالفراخ. مش اول ما تنزلي تقلبي، لا، علشان الكفر ما يقعش معاكي. شايفين بقى مخرفشه ازاي؟ الناس اللي مش بتحب كده، لا، ابقي في الدقيق وبططيه بايدك كده، وبعدين نفضيه واقلي على طول. خلاص، اكلة البانيه في ثواني كانت خلصت. ومش في ثواني طبعا. اللي يضحك عليكي يقولك في ثواني، مفيش حاجه بتاخد ثواني، ربنا يقويكوا يا رب. طلعت بقى المكرونة هيت مفلفلة زي ما انتوا شايفين، وشربت الصلصة كده، فلونها غامق ازاي وجميل، انا بحبها كده. وكمان البانيه كان استوى برضو وناشف بقى اهو، شايفين؟ وزي ما قلت لكم، لو مش حباه كده، لو مش حباه كريسبي كده، ابقي بطاطيه في قلب الدقيق. وخلص البانيه، طعمه احلى من المطاعم، وطعمه جميل جدا. والمكرونه مش عايزه اقول لكم، مش هتاخدوا بالكم خالص ان في توم اصلا، مش هيأثر خالص. جربوها بالطريقه دي وقولوا لي ايه رأيكم. ربنا يحسن ما بين ايديكم.